اللي حطم رئيس الصيني خائف من التمر إن يكون مسموم، وهذا أمر طبيعي. لكن الأمير الحسن المغربي له نظرة الصقر تاقبة. آخذ هو كذلك حبة تمر وأكلها أمام رئيس الصيني ليطمئن، كأنه يقول: ليس لدينا خائنين في المغرب، هكذا يكون الملوك ابن الملوك. افتخر يا مغربي، المغرب في أمان مع هذا الأسد الصغير. هكذا رجعت ابتسامة لرئيس الصيني، واندهش بي تصرف الجميل والعاقل لي مولاي الحسن.